تحضيرات ومشاغل وشغل. اليوم يا جماعة عندنا يوم مختلف. لاحظوا لي هاي اليوم نشيطة وبهدي في المطبخ وابتسامة للأولاد. اليوم يوم هيا. اليوم هيا عازمة خطيبها يزن مش عارف ليش خجلت على الغداء. هيا بطلت تعرف تحكي، لاحظوا لي هيك سكتت. لهالدرجة، بس انت يا بابا عشان عملت لي عملت لها اكشن. اهلا وسهلا يا ولفات، اليوم حيزوركم نسيبكم ونسيبنا العزيز اهلا يزن. وسهلا. فانا ايش قررت اليوم؟ قررت اريحكم من شغل المطبخ. مفاجأة. برافو. اكبر حاجة حتعمليها ايش؟ الله يسعدك. ما وضحنا هاي النقطة. عازمين على طبعا العشاء. احنا عازمينه على العشاء. برافو عليك يا ملاك. ملاك بنت هذه نبيها. بالعادة لما يجي عنا يزن خطيبي، حبطل احكي لكم خطيبي، حاحكي لكم يزن عشان تتعودوا. لما يجي عنا يزن بنكون عاملين اكل بالبيت وحلا بالبيت، بس هاي المرة عشان قلنا بدنا نصور بابا قرر يريحني. الله يرضى عليك يا بابا، قررت تريحني. اليوم يا جماعة قررت انه انا اريح هيا وألفت من شغل البيت. الله يسعدك يا شيخ. قلت لهم اليوم بدي اياكم تتستتوا هيك ونجيب اكل جاهز عشان تكونوا مرتاحين. طلع كيف النور على وجههم. طلع فيها هيا. طلع يا ألفت. شايفين كيف ما شاء الله السعادة. وين مرام؟ طبعا ملاك قاعدة هان اليوم عشان نبهكم. احكي لهم يا ابو مرام. مرام بالجامعة. الله يكون بعونها. بس يعني روحت مرام اليوم عندها محاضرة من الساعة 9 الصبح للساعة 6 بعد المغرب. الله يكون بعونها. عن جد مرام تتعب. عندها محاضرة 9 ساعات. طيب شوفوا ايش اليوم اعطت مهمة لهاي. ايش اعطيناكي مهمة يابا اليوم؟ السلطة بس. يعني ما شاء الله عليها. اليوم بدها تعمل السلطة مخللات وترتب الصحون، والاكل جاي في الطريق. أيوة. الاكل وين؟ بالطريق. بالطريق. وملاك لسه ما بتدوق اشي. يا حرام ملاك انت مسكينة يا أبو. مسكينة كثير. انا بس باكل بدون طعم. والله يا عم الخطبين بصير عندهم همة عالية. شوفوا لي كيف هيا بكل ما ادخل على المطبخ الاقيها بتعمل حاجة. حاليا كل مزحات اهلي هيك، مش بس بالفيديو، برا الفيديو كل مزحات اهلي خاطبه الخاطبه. هيا لو تنفست هنحكي انا أيوة. بس غير لأنه هي هذه. ألفت الله يعطيك العافية. مش اتفقنا انه هي اللي تعمل السلطة يا ألفت؟ عملتها، بس انا بس بحرك حطيت ليمون وبحرك عشان يعني تقول لخطيبها انه عاملة حاجة بحياتها، عاملة سلطة. خلاص شو بدك. بس هي يا بابا انت دائما بتعملي اشياء صح؟ قبل هيك عملت له تشيز كيك وعملت له فتة ورق عنب، كثير حبها فتة ورق العنب. ما شاء الله. الله يعطيك العافية يا بابا. ملاك شو بتعملي حبيبتي؟ اسخن بيتزا. ملاك جايبة بقايا بيتزا امبارح وقاعدة تسخن فيها. قال بتحاول انها تتذوق. يعني احنا صورنا لكم يومين ورا بعض. قبل شوي رشيت عطر بانفي عشان اشم على الفاضي. بابا بس في تقدم. انت امبارح لما اكلت الفلفل حسيت انه في تقدم، ودني صارت تصفر. طرشت شوي. هذه يا بابا تقدم مش طبيعي. شيخوخة مبكر ولا ايش هذه؟ مش عارفة، قاعدة بودع. بعد الشر عنك يا بابا. طلع كيف صبغة. طيب انا عمال كلمت تبع دليفري وقال لي انه قرب يوصل، فهي بتجهز قاعدة على قدم وساق وألفت، وبنستنى وصول الدليفري بعد دقائق. الجاهز المريح. اليوم الحياة سهلة. بابا جاي بدور له على شغلة يعملها، بيعرفش يقعد اسمع هيك. لمساتي. شو هذا لازم. ألفت؟ هذه لمساتي؟ هذه لمساتك بالضبط. انت يا بابا بصراحة عندك دائما هاي النوعية من اللمسات. كيف بالله هيك؟ كيف هيك يا ألفت؟ حلو، ستايل جديد. طيب هيك كل الأمور جاهزة. وصل الأكل. وصل احنا الأكل. عارفين انه حيوصل هلا، فمحضرين حالنا. مش قاعد دنيس؟ بابا حسيت متحمس. حاسس انه انا اللي مرتاح اليوم وكانه انا اللي كنت بدي اطبخ. ما انت دائما بتساعد كثير على فكره. طب يلا هذا يلا. الاكل نقولهم ونحطهم بالصينيه الكبيره. هون قاعده بتحضر المخلل والسلطه جاهزه. التجهيزات النهائيه. يزن على وصول على فكره. ما شاء الله والله تعبتي اليوم انت يابا يا هيا. تعبتي وانت يا ملاك تعبتي يابا معاها. بعدين يزن خلص بطل غريب، يعني حتى لو وصلوا واحنا من لسه بالتجهيزات عادي. ممكن يساعدنا. والله. منورة يا ملاك. نورك. طبتي يابا والله ما شاء الله عليك، مبين انك منيحة. بس ضايلك ترجع حاسة الشم والتذوق والسمع. كل الحواس. شايفين كمية التعب اللي تعبنا هاي اليوم. مشكلة هو هذه. طبعا ما بتمسخر. انت يا ألفت تعمل لنا سيمفونية الماء كل ما اجي انا وهي نشتغل. طب بس الاشياء. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعطيكم العافية. هذا ليمون للتزيين لازم نعمله. هاتي انا بعمل عنك بس خلص البقدونس. هي ايش شعورك يا بابا اليوم لما هيك يعني بيجي يزن
اليوم تعمل شعور أكل. مختلف لانه بالعاده يعني اليوم اول مره يزن حيجي عنا ويشوف اجواء يعني جانب من حياتي وانا بصور وحتى لبس يعني حيجي لاني لابسه لبس التصوير ولابسه شاله فحاسه شعور غريب. يزن نفسه اكيد هيك حيتفاجئ انه انا قايله له اني حصور بس يعني هو لما يجي يلاقيني هيك لابسه لبس التصوير إشي وشايف مختلف. كاميرا واضاءه هاي العريس على وصول يا جماعه. خمسة. اهلا مرام مش انت المنتظره. اطلعي برا. النمرة غلط يا عم. والله نورت. على فكرة إذا جاي الطريق تو الجوفيل اللي كلموني الأمن قالوا له طالع روح خش السيارة جوا. بتكون عادي لابسه شاله. أهلا بس هو وسهلا. بالطريق سبحان الله إيش صار مصادفة. مرام؟ ما شفتوش تحت يا مرام؟ 1-0 ما شافته. ما هي مروحه من دوام طبعا ايش قد الكوكب. كم ساعة لك مداومة يابا؟ 10 10 ساعات. لا حول ولا قوة. وساعة ونص روحة بالمواصلات. يلا فوتي فوتي عد وصل خش العريس. يا بابا بسرعة بسرعة يلا يزن على خلاص. وصول. جماعة يزن المفروض في أي ثانية يوصل لأنه تو اتصلوا فيها من تحت الأمن وقالوا إنه في يزن قاعد يعني يزن إجا. هم على وصول بأي لحظة. ها. مش معقول هذا يبقى حدا ثاني ولا دليفري. عن جد خلاص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا اهلا يا اهلا يا اهلا كيف الحال كيف كان الطريق معك؟ والله انك انت حبيبي. طبعا يا جماعه حاب اعرفكم هي نسينا العريس برا هذا اخو العريس مش العريس تفضل يا انس تفضل. انت اكيد اهلا وسهلا اهلا وسهلا فكرته تفضل يا أنس. حيدخل العريس. بالعاده بيجي يزن لحاله بس هاي المره قلت له هات يانس معك خصوصا انه يانس من زمان اصلا بيعرفنا وما عندوش مشكله يطلع معنا. شكرا. اهلا وسهلا يا زين والله سامحني انا بس لما شفت يانس لاني يانس بحبه فتركتك على الباب يعني انت مسامح صح؟ هو مش انت ايش دخلك تسامح هو اللي تركناه على الباب. ما هو بيحكي عن اخوه عادي. طبعا يانس يا جماعه بيكون اخوه ليزن ومن الناس اللي انا بحبهم وكان بتابعنا من زمان من قبل يعني ما يزن يعرف هيا. يانس كان من متابعينا الاوفياء فانا كثير بحبه. وبيننا كتير اشياء بحبه. مشتركه بنحب الاندومه وبيعمل وصفات لذيذه بالاندومه. بدي اعمل تحدي انا وانت نبقى ونطلع نحط اكل على الطاوله ونكبسه مع بعض. هلا يا مين بياكل بابا. اسرع. رح يجوا ناس يسالوا ليه ما ظهر يزن. يزن مبدئيا مش حابب بس اذا انتم بتقنعوه بالتعليقات انتم احرار. تفضل يا حبيبي يعني يزن بس هو تركنا حابب. يزن وقعدنا نلتهي مع يانس. تفضل حبيبي تفضل. عندنا هون بابا ويانس ويزن بيحضروا مباراة الأردن والعراق. طبعا انا مش من متابعين الكوره طول الوقت يعني بس بتابع لما يكون في مباراه لناس بحبهم يكون مثلا منتخب فلسطين والاردن اليوم بيلعبوا العراق وهدول المنتخبين انا بحبهم بشجعهم الاثنين فاي حدا منهم بفوز راح افرح. وطبعا يانس طلع كمان راجل بحب الكوره وبتابع. كمان انا حلم حياتي لما اكبر انه اصير لاعب كوره. ان شاء الله. بالعادة ملاك على فكرة لما يجي عندي يزن بتريحني بهاي الأوقات بتحكي لي هاي خلاص روحي أنت اقعدي وهي بتجيب وبتحط الأشياء بس اليوم قلت خلاص بما إنه بنصور لكم كمان اليوم لأنه الأكل جاهز فالموضوع يعني أسهل وأسرع. الأكل سخن طبعا استنى. يلا تفضلوا هلا بيحضروا مباراة فبدهم يسيبوا المباراة عشان ياكلوا. بيحضروا هم بياكلوا معلش. بيحضروا بتاكلوا. مرام ما بدك تاكلي معنا يابا؟ مش قادرة من كتر الصداع عيوني زي كأنه ضوء فيهم. احكي لكم شغله. اليوم انا كنت بمنتج بالفيديو الساعه 5 الصبح مرام قامت تنام وحكت لي بابا كنت أعد صحيني الساعة 7. كنت بلعب كانت بتشتغل على برنامج السكتش يعني بتشتغل اشي له علاقه يعني كنت بصمم تصميم. فحكيت لها يا بابا ما راح تقدري يعني تخيلوا نامت 2 ساعات وراح تداوم 9 قدرت ساعات. ولا ما قدرت؟ والله العظيم بس لا قاعده بتجري من حق حالك. انتقام ما أنا انتقام يا بابا. لا صراحة وأنا مروحة اعتراف يعني حتى ماما وانا ماشيه في باص؟ في باص طبعا في باص سريع فماما كانت تحكي لي ديري بالك لما بتمشي لا تمشي جنب سكه الباص السريع بلاش تكوني دايخه. فما تذكرت كلامك مشيتي بعيد وانا ماشيه فعليا بعمل زي هيك قلت يا الله تذكرت بابا كلام حرام ماما حرام لا لانه ما حرام. كنت قادره امشي ما كنت ضبطلك قادرة من أمشي. الجامعه والله ضبطلك من الجامعه موتي يعني. ونحن ما طب ما بدك تيجي تاكلي معنا؟ مشكله بدي اكل الاكل مبين ريحته بتشهي بس من كثر الصداع فاهمين الشعور. طب خلص ارتاحي بدي انام بدي انام. ارتاحي يا بابا. على الاكل لقيت يانس محضر حاله بده يساعد. حبيبي انت ما تساعد. لا على كيفك انت لازم اساعد صرتوا من عيلتي. لا انتوا ما ينفعش تساعدوا. لا انتوا صرتوا من عيلتي. كيف الناس الله. انت احلى عائله والله انت فعلا. بعدين بالصدفة لقينا بابا ويانس مطقمين الالوان سوا. ماتشي حاسة شعور غريب انه احنا مخليين يانس يعمل معنا. لا عادي. ما شاء الله عليه.
مشاط؟ واحد اثنين. مش الشعر. بابا أيوة. اسأل يزن عن رأيه بالأكل اللي أنا عملته وتعبت فيه. ايش رايك بالاكل يا زلمه؟ والله بجنن صراحة. فخم عجبك؟ أول مرة أدوق هيك شيء. عن جد؟ أول مرة بحكي لي. البخاري معمول. 100% كثير عجبك؟ كثير. يا الله لو شفت هاي قديش تعبت يا زلمه يعني هي بتعبي فيه. أكيد طبعا. يا طبعا ما تفهموا غلط تفكروا احنا ضحكنا عليه، هو عارف انه الاكل جاهز. وين كنت أسألها إيش بتعمل ولا كيف. طبعا تحكي معك مكالمات وانا اللي مفكر حالي اعمل لك مفاجاه وبدي اقول لك انه الاكل جاهز. أنت اللي فاجأتني. وانا حطيتها حاطه سماعه في ودانها قاعده تحكي كانت تعطيك تقارير. فاجأتني يمكن. ماشي هي ماشي عم بدي فاجئه قالوا بساله. بعدين هاي العزومة صارت على شرف فوق الأردن. هارد لك للشعب العراقي. والله عن جد الف مبروك للاردن وهارد لك بس يكون خطيبك بتابع كوره. خلص انا ممكن استعمل ايدك والدبلة كخلفيه. علموني نسايبي الجداد انه اتابع كوره، انا بتابعش كوره كثير بس بيجي عندي صفوان بفتح كوره، بيجي يزن بفتح كوره. انا من الاول عندي ميول اشوف الناس اللي بحبهم بالكوره، وعموما احنا متشرفين اليوم يعني بجية يزن وقعدتنا مع يزن بس يزن ويانس طبعا. والله هذا الولد اطيب واحد ممكن تشوفوه عن جد، طيب خلوق أنا يعني بساعد، حسوا ابني والله حسوا ابني. انا بتمنى اخلف اولاد شعرهم زي شعر يانس يا رب. اولادي يا رب اخلف بس بنت أنا هيك عارف شعرها زيك. ايش مشكلتي؟ كل ما بتطلع على شعرك وانا رايح شعرك بحس بنقص. المرة الجاية بقطع لك من شعري. الله بقطع لك من شعري. طيب بدي اسالك شويه اسئله. تمام. لا هي بدها صراحة اضبط جديدة. قاعده انا. استنى عن جد صراحه، هل يزن بتعامل معك معامله مرات قاسيه؟ تكذبش يعني مرات. طيب طلع ممكن- رياكشن يزن يا بابا. ممكن مثلا يخليك تكذب، مثلا صاحبه واحد اجى صاحبه قال له روح قول له يزن مشان لا. تكذبي. ما بكذب يزن. طلع يا بابا انت طلع كيف طيب بتحللنا. هل خليك تنزل أسئلة على برعاية الدكان يزن. وتشتري او تروح تعمل شغله غصب عنك ولا طبعاً. روح انزل؟ إلا هاي. طبعا لا طبعا. تكذبش. أكيد لا. ارفع 4 اصابع اذا انت اعمل مهدد. هيك اذا عن جد مرات بيجبرك تنزل تشتري بس له يا تعمل يزن. شغله. بديش تتنحنح انت. هو أضرب أجوبته. شكلي وانا مش طيب. عارفه ابين يزن فايش ببين هل- ايده بضل. هل بيوم من الايام تمنيت يكون عندك قناه يوتيوب؟ اه تحب اليوتيوب؟ عشان هيك كانت تتابعنا من زمان. كنت تمسك جوال وتصور فلوقات لحالك؟ بعدين انا متاكده جمهورنا حيحبوك. انا دايما صار لي والله زمان كثير بحب فيديوهاتكم من قبل ما الله اصلا يزن يسعدك. يعرفك. عشان هيك انا بحبك والله. أحبك يا أخوي. احبك نبذه الله. عن شطاره طيب الوجود. احكي لي ايش رايك في اخوك يزن؟ منيح كثير. يعني تدبسنا ولا؟ يعني هاي حظها منيح قولك؟ كثير حظ. امانه. واحنا حظنا بهاي منيح. الله يرضى عليك يا الله، والله ما لازم شاء الله. تخجلني. والله ما بعرفش أجاوب. عن جد والله. يعني يزن يعني مش مشكلة يزن بس انتوا كثير الله كثير يسعدك. انا حبيت لما انتوا خطبتوا. الله يعني انت حبيت قربنا انه يزن خطب هاي. اصلا انا ويانس انبسط. اصحاب ما شاء الله علينا انا يعني. وهي كثير انا والعيله حبيبي كلنا اصحاب، حتى امه ليزن وابوه يعني طيب صحبه كلنا. بتتوقع انه يعني يزن يغلب هاي في المستقبل؟ لا. هاي تغلب بس يزن. غلبها انا اللي انا سمعت؟ قال اذا غلب انا بوقف له. انا اللي بوقف. اوبا. والله هذا كلام كبير. ايه؟ ايه؟ فيش بيقدرش يسوي لك حاجة. انت بيقدرش حاجة. والله عن انا جد. مطمن مع مدام في يانس بالبيت خلص انا مطمن. يعني يزن انا ويزن بنحب المزح، احيانا يزن بمزح معايا يعني عادي هيك بمزح انه هيا ايش هاد، بكون بمزح يانس بوقف له ولا انت هيك بتحكي معاها. دايما هيك. طيب بقول لك يوما ما يزن ممكن يطلع على اليوتيوب. اذا ما طلعش انا هطلع غصب. هو مش حبيت. رافض من حيث المبدا بس بقول لك يعني ماليش دعوة يطلع. شو ردك يا يزن؟ اللي بده اياه اللي بده والله اياه الأخ يعني مش الكبير اللي هذا احنا كويس. مش اللي انا بدي اياه. وانت كمان بدك. اسمع بمزح معه. انا بقول بلكي بهيك برمضان يوما ما نطلع انا وين نتحدى بعض بالطبخ. هو يطبخ طبخه وانا اطبخ تعرف انه طبخه قبلك يا بابا وانت بتدوب. انا بحدد. على فكره يانس حكم عادل اسمع والله. اذا بدوش يطلع يزن مبدئيا ممكن نطلع ايديه خليه ما يطبخ. انا عيني طلعت ايديه. ثاني مش على كيفك هيك هتطلع. مش على كيفك. بدك تطلع. ما كلش بمشي على كيف يانس في البيت. والله انت حبيبي يا يانس بجيبك دائما. انا هحكم بعدل مش اقول انه يعني مش هجامل ولا حدا. بنطبخ طبخه يزن تمام.
انا بطبخ وانت بتطبخ وبنجيب يانس ايده جاي بقول انا يعني بده يحكم الي. هذا حكي بالعاده. خلص بطلت معنا. ايش؟ لا لا انا مش حكيت. لا اسمع انا بآمن فيه يعني لا حيدوق اكلك واكله وفي الاخر حيقول اكلي على اذكى. فكره انا طعمي كثير بعدين دايما متذوق. اي امي بتسالش ولا حد من اخواتها بس تيجي تسالني انا بالاكل انا في بناتي اكثر وحده باخذ رايها بالاكل ملاك، يعني لما بدي ادوق بهار الاكل بنادي ملاك وبقولها بس دوقي. كنت ملاك تعبانه. ملاك لقيتي حرام فاقده حاسه التذوق. يعني انت يا يزن حظك ماشي حاله. ألفت اللي بتعلمنا كلنا وتوقعنا بالغلط. ألفت انا اسف. انت الاساس. انا بحكي يعني لما انا اخش المطبخ سالته عنها فعشان هيك استغربت. هيو يعني اتذكرك. والله يا جماعه انا حاسس حالي ورطت. لا انا قصدي لما انا وانا ما بخش المطبخ. استنوا انا بخش المطبخ لما يكون ألفت يعني طالعه بتعمل شغله يعني هي الاساس. لا هو بعدين. انا بديش ادخل المطبخ اصلا، انت سيب لي المطبخ، انا بقول لك انا بدي اريحها خلص قهوتها ومش مركزه مع حدا فينا اصلا. اسمع يزن قرر يغزل فيكي. حبيب لما قلبي هو يجيب لي قهوه بعدين بركز يزن هي قصتها وهي القهوه. قرروا يروحوا هم يجيبوا لك القهوه. يلا يلا جاهزه. بعدين انا متاكد انه راح افوز عليك بالاكل. بالله أوه. هاي الناس بشوف بتحداك. بكره حماتك بتحكم. لا هي لانه انا اصلا ساند عليها، هي اللي راح ثواني تعمل. انا هعمل لك لا شو انت بتعمل؟ فهمت يعني هو بده اياكي بصفه يا زن، بده لا يعمل يا الاكل بنتي. معاكي لا، لا. ضد بابا. كل شيء حيكون على المكشوف حنصور وانت بتجيب الوصفات وكذا. مسموح لك انك تفتح جوالك وتغش الوصفه. بس لازم. انت حط الايربودز ودانك ومعك. لا على فكره ما تنسحب، قبل هيك هو عمل فته، عمل مقلوبه طيب واكلات. يا جماعه ان شاء الله باذن الله يوما ما يعني بنطلعه ولا اول حد يمكن نطلع ايديه يطبخ معنا. طيب يا زين يا حبيبي لقيت خالتك اللي هي حماتك يعني تعرفش تقعد بعد الاكل الا بقهوه فطلبت مني يعني بما انك انت موجود وحلفت هي وقررت وقف انك تريحني يعني فبارك الله فيك. يعني توكل على فيني اليوم الله. كثير غريب لانه فيش فيه قهوه فلازم يانس عشان متابعنا عارف انا الروت. متابعين عارف فيش الروت. فيديو الا هم بيشربوا. الله يسعد لك قلبك يرضى عليك يا رب. يلا هاي انا ويزن استناك. جاهزين، حنجيب القهوه ونجيكم. يلا بابا قبل ما نطلع احكي لي شو القهوه اسمها او شو يعني انا مش هو انت عارفه. مش لازم أقول. تعرف يابا. انا اتصلت على ابو الله. الجود. طبعا ابو الجود مش اخوي هذه جماعه. هذا ابو الجود الماركت اللي بتعامل معاه هو اللي بجهز طيب. القهوه. فانا اتصلت عليه وحكيت له جهز كل شيء. قلت له لقيت حيجيك نسيبه وبس. اول ما يجي بتعطي له القهوه. انت ما عليك انت ويزن بتوصلوا بتحكي له بابا بعتنا عشان القهوه. راح تلاقوا الظرف جاهز تحملوه وبتيجوا جراي احسن ما نقعد نستنى. بسرعه يا بابا عشان امك انت عارفه لا القهوه. اجراي. بدنا نروح نجيب هلا القهوه ويانس قرر يجي معنا. لازم اجي معك عشان اطمن اذا يزن ساعة الهيا ولا لا عشان اقتله. هيا غالية علي وعلينا كلنا ما ينفعش نزعلها. حبيبي يانس خجلتني. انا بحب يانس كمان يكون معنا نتونس. يانس نتونس. يزن حبت هو بابا. يا عمي بيطول هذا يزن كثير. عمريش بحياتي طلعت مع يزن الا وقعد ساعة بيسوي لازم لازم يتأخر على اي حاجة. طمنتني لانه انا هيك. انت نفس الحاجة دايما لما نطلع معك انا وماما فطول كثير. طب تعال نجيب الاسانسير شكله قصته. يلا يا زلمة يانس يلا. مزح الرجال. يما لا. أول تسجيل خروج مع يزن. يلا يزن شو شعورك؟ بجنن؟ شعورك إني أنا قاعدة بصور وأنا معك؟ برضه نفس الشيء. برضه نفس الشيء. وهي تسجيل وصلنا دخول. البيت. تسجيل دخول. يانس هي أنت حافظها؟ طبعا الكاميرا بتهز معايا لأنه في هون طلعة. طلعت خليت يزن يصورنا بس تكون خاطب يوتيوبر. اول مرة يزن يصور. فهي جبنا الاغراض وهينا وصلنا البيت. يلا امك متحمسه للقهوه. طبعا متحمسه القهوه اكثر منا. خالته مستقبلانا بالقهوة. كيف قبل ما تسلم علينا طلعت على القهوة. اقدر من الحامل من المحمول مش بس المحمول. تعال. وهي يزن نجيب لك القهوه يا ألفت. والله ألفت عملت لنا القهوه. وانتم عارفين يومنا ما بيكمل الا بالقهوه. طبعا. كم والله مره مش أي حكى قهوة. قهوه. تعال يا ملاك انت تعال. نصور. ملاك بتحب تصور. ملاك قالت لي بابا انا بدي اخذ الكاميرا عنك وانت روح مع ماما صبوا القهوه.
بس انا يا ولفت بحب افاجئك واقول لك اني بدي اروح على الصالون مش هصب قهوه يلا سحب صبي. علي ولا عبرتني، سحبت علي شايفه. اصلا صبيت القهوه. ماشي، حلو. هي مش مركزه. وانا بدي اعمل نسكافيه ليانس لانه هو ما بحب ليانس القهوة. وبس ولا انت بدك؟ حدا غير بشرب قهوة. يانس؟ يزن تعمل يزن بشرب قهوه وانا بشرب قهوه. صح صح. يعني بس يانس اللي بيشرب نسكافيه؟ بتشربش قهوه؟ وانا صغير كانوا يضحكوا علي دائما، قال ايش بيحكوا لي؟ قال تشربش قهوه بيطلع لك شنب. حتى بس انا بدي بالعكس انا بدي اشرب قهوة. كذبه هذه ولا لها علاقه بالشنب. هذا المج هي بطلعوش الا للغوالي، طلعته ليانس. يانس انت بتحب عليه سكر صح؟ وهلا بدنا نحط تشيز كيك مع القهوه. هاي التشيز كيك جابها يزن وانا قطعتها، تعبت وانا بقطعها. كانت ليلة جميلة بصراحة بوجودك يا يزن ويانس، نورتونا. بوجودك يعني والله. أحلى حاجة بحياتنا بهذه الغربة إنه بيكون معنا يعني ناس بنحبهم. الحمد صار عندنا لله. عيلتين هيك. وانتوا نورتوا يعني هذا اليوم، صنعتوا يومنا وكثير مبسوطين بوجودكم. الله إن شاء يسعدك الله والله بنورك. بإذن الله تتكرر، وإن شاء الله حدا يعني بيقدروا يقنعوك الناس. يزن اليوم قرر يعني يشارك معنا فإنه هو اللي بيصور لنا. فالمشهد اللي تشوفوه تصوير يزن. ويزن بالمستقبل ممكن يطلع معنا بصوته زي هيك، اما يانس تطلع إن معنا شاء فعن جد عن جد كانت ليلة جميلة جدا وكثير استمتعنا، واحنا بنحبكم كثير واستنوا فيديوهات جاية بإذن الله. تصبحوا على خير، مع السلامة.